ايها الساده، انا اشعر بالسعاده، حاجه كده هتحسوا ان هي لوحه فنيه. لازم لما يكون قدامي المنظر البديع اللي قدامكم ده لازم اشعر بالسعاده. شفتوا فرخه شوايه في البيت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الابداع ده؟ بسم الله. الله، حلو قوي. الحمد لله ان ربنا رزقنا النعمه دي. اول حاجه هسمي الله وهعمل التتبيله بتاعتي التي تتسم بالروعه والبساطه. 1 قرن فلفل رائع كده، وعشان انا اعمل فرختين فخلوهم 3 4 قرون فلفل. 1 قرن فلفل حامي خلوهم 2 عشان خاطر دول فرختين. هقطع دول كده واعمل كده. صراحه دول اهم حاجه بالنسبه لي في الوصفه. بصلتين جمال كده زي دول يكونوا متقشرين ومتقطعين. شويه زيت حلوين قوي 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 عشان يسهلوا عمليه الضرب. احنا هنعمل فرختين فخليكم كرة. هضرب المكونات بتاعتي بالهاند بلندر الرائع. انتوا ممكن تستخدموا الكبه، بس الهاند بلندر هينعم المكونات قوي. استخدم هاند بلندر سوكاني 1100 واط. اهم حاجه بالنسبه لي ان هو من الاستانلس، والقطعه المتحركه فيه من الاستانلس كمان. وجاي معاه قطعتي المفضله من الهاند بلندر عشان خاطر تضربوا بيها المكونات اللي انتوا عايزينها. واهم حاجه الدرق بتاعه الجميل الشيك ده. لو عايزين تشتروه هتلاقوه على الموقع بتاع سوكاني. السرعات اللي فيه دي سامعين التكه بتاعتها؟ بسم الله. بصوا ما شاء الله نعم المكونات من غير ميه. صراحه انا مبسوط من الاداء بتاعه جدا. ومهم قوي للتتبيله دي انه انا ازود 3 4 طماطمات حلوين كده بس يكونوا طريين شويه. لازم اضيف 3 4 فصوص توم كده من اللي احنا مفرزينه، يعني ده حاجه ضروريه جدا واساسي جدا جدا. عصير 3 4 5 6 ليمونات عشان يخلوا الفراخ بتاعتكم طريه كده. بسم الله. ولو تقشروا ليمون وتحطوه كله يبقى انتوا 10 من 10 ونجم. لا ننسى ابدا ملعقتين صغيرتين من الخل. فيها هسمي الله واتبل بملعقه صغيره ونصف من الملح لكل فرخه. فلفل اسود طبعا الكثير من الفلفل. نصف ملعقه صغيره من البابريكا العاديه لكل فرخه. صراحه نسيت ملعقه صغيره من الكزبره الناشفه المطحونه، يعني دي في غايه الاهميه، بس انا حطيت معلقتين. اهم حاجه نوصل للون الرائع ده ما شاء الله. بعدين هجيب الفرختين الرائعتين بتوعي، انا كنت عاملهم في محلول النقع، وشوف الفيديو بتاعه. مجففهم كويس جدا من اي سوائل فيهم. بسم الله انزل عليهم شاء الله ما شاء الله، واقلبهم كويس جدا في التتبيله. خلي التتبيله توصل لكل حته فيهم. سيب التتبيله على الوش كده. ممكن بقى ابيتهم في التتبيله دي 12 ساعه عادي. ممكن اعملهم على طول في نفس الوقت، بس كل ما اخد وقت في التتبيله بقوا اروع. سلام على اللوحه الفنيه، يا سلام. اهم حاجه اغطيهم طبعا، ولو الجو حر احطهم في التلاجة عشان بس ايه ما بهدلش الدنيا. ده السيخ الريحه والله. هدخل من عند الرقبه كده، وبعدين ادخل ده عكسه، وبعدين ادخل جامد جامد، وبعدين الم الوراك كده. اهم حاجه الفرخه تبقى متستفه. اتاكد ان هم متمتنين كويس ما شاء الله. حاجه انا نسيت اقول لكم عليها، ما تنسوش تديهم رشه سكر حلوه كده. رشه السكر هتديهم طبقه كرمله من بره رائعه. اولع الحراره من الشوايه بس واسيبهم بقى راحتهم ساعتين على الهادي كده. طلعوا 10 من 10 ونجم. انضف السيخ بتاعي كويس بس عشان خاطر مفيش حاجه تتحرق عليه. وممكن اولع الحراره من تحت على الهادي خالص، على الهادي. وما انساش احط فصاج تحتهم وفي ورق زبده. بسم الله ما شاء الله. بعد ما طلعتهم من الفرن ما شاء الله. بصوا دي التحفه الفنيه دي والله 10 من 10 ونجم ما شاء الله. والله ايها الساده الف انا مقدم.